السلام عليكم يا شباب واهلا بيكم في فيديو جديد على القناه. لو انت داخل محل قطع غيار او بتدور اونلاين على بوجيهات، اكيد ظهر قدامك اسماء كتير زي ان جي كي ودينسو وبوش ويمكن شامبيون كمان. وساعتها هتسال نفسك، وهل فعلا البوجيه الغالي يستاهل فرق السعر؟ وهل نوع البوجيه ممكن يخلي سحب العربيه احسن او يوفر في البنزين؟ في الفيديو ده هنعمل مقارنه شامله بين اشهر انواع البوجيهات الموجوده في السوق المصري، وايه مميزات كل نوع وعيوبه، وامتى تختار كل واحد فيهم. يلا بينا نبدا. وقبل اي حاجه، لو انت اول مره تشوفني ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ومعاك منعم محمد. اول حاجه لازم نعرفها ان البوجيه من اهم اجزاء دوره الاشعال في العربيه، ولو البوجيه حالته مش كويسه اكيد هتبدا تلاحظ مشاكل زي ضعف في السحب ورعشه في الموتور، زياده في استهلاك البنزين، صعوبه في التشغيل، تقطيع اثناء القياده. علشان كده اختيار البوجيه مهم جدا. لكن قبل ما نتكلم، لا، في نقطة مهمة جدا لازم نوضحها، ان مفيش بوجيه هو الافضل لكل السيارات. الافضل دايما هو البوجيه اللي بتوصي بيه الشركة المصنعة للسيارة. لكن لو هنتكلم من ناحية الجودة والاعتمادية والانتشار في السوق المصري، فيلا بينا نشوف اشهر الانواع الموجودة في السوق. رقم واحد ال ان جي كي، وده من اشهر انواع البوجيهات الموجوده في العالم، ودي شركه يابانيه ليها سمعه قويه جدا بالسوق، وده هتلاقيه راكب كقطعه اصليه في عدد كبير من السيارات الكوري والياباني. من مميزات البوجيه ال ان جي كي انه شرارته قويه وثابته وعمره افتراضي ممتاز، اداؤه مستقر لفترات طويله، ومتوفر لمعظم السيارات الموجوده بالسوق. من واقع تجربه ناس كتير وفنيين كتير، يعتبر البوجيه ال ان جي كي الاختيار الامن لمعظم الاستخدامات. ولو انت محتار ومش عارف تختار ايه، فيعتبر البوجيه ال ان جي كي هو افضل اختيار امامك للشراء. لكن طبعا ليه عيب، انه من اكتر الانواع اللي بيتعمل منها تقليد في السوق، فلازم تتاكد كويس جدا من المصدر اللي هتشتري منه قبل الشراء. رقم اتنين الدنسو، ودي برضو شركة عملاقة ومعروفة عالميا، وناس كتير بتعتبر ان الدنسو هي المنافس الحقيقي لشركة ان جي كي. من مميزات البوجيه الدنسو ان جودته في التصنيع عالية جدا، واداؤه ممتاز في التشغيل المحرك صباحا والمحرك بارد، استجابة ناعمة للموتور، وعمره طويل جدا خصوصا في البوجيهات الايريديوم. كتير من اصحاب السيارات بيلاحظوا نعومة اكتر في تشغيل المحرك بعد تركيب البوجيهات الدنسو. السؤال هنا، مين الافضل؟ الحقيقة إن الاتنين قريبين جدا من بعض، واختيار أي واحد منهم هيكون ممتاز طالما مناسب لمواصفات سيارتك. رقم 3 البوش. لو عربيتك ألماني أو أوروبي فغالبا اسم بوش مش غريب عليك، شركة ألمانية كبيرة جدا ولها تاريخ طويل في تصنيع أنظمة الإشعال. من مميزات طبعا البوجيه البوش إنه مناسب أكتر للسيارات الأوروبية، وجودته محترمة وأداؤه ثابت، وأسعاره منافسة بالنسبة للسوق بالنسبة للأنواع التانية. كتير جدا من اصحاب سيارات فولكس فاجن واوبل ومرسيدس وبي ام دبليو بيفضلوا البوجيهات البوش لانها مناسبه جدا لمواصفات سياراتهم وبالنسبه للبوجيهات الاصليه الموجوده بالسياره. وده بيخليه اختيار ممتاز لو عربيتك اوروبيه، لانه قريب جدا من المواصفات الاصليه للسياره. رقم 4 معانا شامبيون، وده من الاسماء القديمه والمعروفه جدا في عالم البوجيهات، ورغم انه اقل انتشارا جدا في السوق بالنسبه لدينس وان جي كي وبوش، الا انه موجود برضه بالاسواق. مميزاته سعره مناسب، جودته مقبوله، ومتوفر لمعظم انواع السيارات. لكن في السنوات الأخيرة أغلب الناس بدأت تتجه للدنسو والإن جي كي وبوش بسبب الانتشار الأكبر والتكنولوجيا الأحدث. طيب، هل فعلا البوجيه الأغلى هو الأفضل؟ الإجابة مش دايما. في ناس بتشتري البوجيهات الأيريديوم وهي فاكرة إن سيارتها هتتحول لصاروخ، لكن الحقيقة إن لو سيارتك مصممة إنها تشتغل بوجيه عادي فالفرق برضه هيفضل محدود جدا. الميزة الحقيقية في البوجيهات الأغلى إنه عمره أطول وثبات الأداء لفترة أطول ومقاومة التآكل، لكن مش شرط يزود لك قوة العربية بشكل ملحوظ. طيب إمتى نغير البوجيهات؟ هنغير البوجيهات لو لاحظت زيادة في استهلاك البنزين ورعشة في الموتور وصعوبة في التشغيل ولمبة التشيك انجن أحيانا، أو ضعف سحب في السيارة، وساعتها يبقى لازم نراجع حالة البوجيهات. وبرضه لازم نتبع جدول الصيانات الموجود في كتالوج السيارة. ونوصل لأهم نقطة في الفيديو، وهو البوجيه الأصلي والبوجيه المضروب. الحقيقة إن السوق مليان بوجيهات مضروبة خصوصا في إن جي كي ودينسو. علشان كده أقدر أقول لك اشتري من محل موثوق، وراجع التغليف وراجع رقم القطعة، واتأكد جدا من الطباعة بتاعة العلبة، وما تنجذبش للسعر الرخيص بشكل مبالغ فيه، لأن البوجيه المضروب ممكن يسبب لك مشاكل أكتر في القطع الأخرى الموجودة بالسيارة. وفي النهاية لو عربيتك ياباني أو كوري أنصحك بإن جي كي أو دينسو، ولو عربيتك أوروبي أنصحك بالبوجيهات الأصلية أو بوجيهات بوش. ولو أنت محتاج اختيار آمن لمعظم السيارات فإن جي كي هو الأفضل من ناحية الاعتمادية والعمر الافتراضي. وفي النهاية اكتب لي نوع عربيتك في التعليقات، وبإذن الله نفيدك في أفضل اختيار لسيارتك. وقبل أي حاجة، لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد عن عالم السيارات وقطع الغيار. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.